ليه المكان ده بقاله اكتر من 35 سنه فتح في مكان واحد؟ هل عشان خايف ما يقدرش يقدم نفس الكواليتي في فرع تاني؟ ولا المكان ده اتعرض عليه ناس تشتري اسمه وهو رفض؟ فرنشايز يعني. المكان الحياة احمد ندى من عين شمس، واخيرا دلوقتي في التجمع قدام موتور واي 1 كده هتلاقيه على طول. ولو تفتكروا انا جربت المكان ده في عين شمس وطلع جامد ساعتها، فتعال نشوف بقى لما فتح في التجمع هيبقى جامد ولا عادي واي كلام. يلا بينا. عنده قاعده اوت دور وقاعده ان دور كده زي ما انتم شايفين في الشياكه. والجديد بقى عندهم ان هم عندهم جزاره، هوب اللحمه تطلع فريش كده تتقطع حسب ما انت عايز. هوب بقى السلطات نزلت، املى بقى سلطات كده كتير، رص الاكل بقى كله هوب 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 هوب. طلعت فوق بقى في الروقان، اكل كل حاجه على مزاجه واقول لكم رايي. ابتدي اول حاجه بقى بالشوايه. جبت الشوايه كده فيها ميكس كل حاجه، مشويات، كفته، طرب، حواوشي، ريش، شيش طاووق، سجق. نبتدي باول حاجه بقى الكفته. هوبا هوبا هوبا، قطع يا معلم كده ويلا بينا بسم الله. ايه ده؟ انا في دماغي طعم كفته ما بيفرقش دماغي، ده اقرب حاجه يعني نعنش، فلا كفته ولا كلمه. توابل مظبوطه، لحمه كتير فانت حاسس بطعم اللحمه، ومتبله تتبيله صايعه ومحترمه قوي، لا ولا كلمه. هوبا بقى بالطحينه، كفته حلوه لوحدها بالطحينه تروح المولد، ولا كلمه. مشطشطه سيكه الطحينه عالميه، انا مبسوط، انا مش عايز اكل حاجه ثانيه، ممكن اكل كفته بس. يلا بينا نخش على الريش. اوبا اوبا اوبا، قطع كده. بالنسبه للسوا باين قوي زي ما انتم شايفين. يلا بينا بقى بسم الله. سوا مظبوط قوي والتتبيله بسيطه، يعني طعم اللحمه باينه يا دوب، هي ملح وفلفل كده وحاجه بسيطه في التوابل، فانت حاسس بطعم اللحمه قوي 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 غير الكفته صراحه. يعني الكفته توابل كتير واللحمه كتير، هنا اللحمه اكتر، توابل خفيفه قوي. خش بقى على الكباب. الله على الجمال. عارف الجامد ايه؟ ان هي مش تتبيله واحده محطوطه على الكل، لا هي كل حاجه لها تتبيلاتها مخصوصه. يعني ده الكباب هوب من لحمه حمراء كده، هوب التتبيله بتاعتهم، ادلق بقى اللحمه بتاعت الكباب، نكس بقى كل ده في بعضه عشان تطلع بالجمال ده. لا الصراحه كباب كسوا ولا كلمه، وكتيست عظيم. انا متفاجئ من المشويات، سوا وكواليتي لحمه وتوابل مظبوطه، لا لا عالمي. خش بقى على الطرب حبيب قلبي. اوبا اوبا اوبا، شكل المنديل ايه؟ شكله حلو قوي. قطع كده. اوبا كفته كتير، منديل قليل زي ما انا بحب. ويلا بينا بسم الله. نفس تتبيله الكفته وطعم الكفته لوحدها، مع الطرب كده المنديل الجميل، وكل احلى طرب ممكن تاكله تقريبا يعني. انا منبهر من الصينيه دي الصراحه، عظيمه عظيمه عظيمه. ان انا الحواشي متحمص من بره كده، بسم الله. حواوشي لطيف بس كمشويات لا اجمد بكتير، يعني كفته ولا كلمه، الريش عظيمه، كباب مجرم، طرب ولا كلمه. نركب بقى المشويات كده شويه، خش بقى على ايه؟ على الباقي. يلا بينا. طاجن عنب بالكوارع، هوب السمنه مع التوم وقلب كل الكلام ده، ولع ولع ولع، وانزل بقى بالكوارع مع شويه صلصه وقلب كل ده في بعضه، وهوب التوابل، وانزل بقى شويه البصل كده على الطاجن، نرص الورق العنب بالشكل ده، وننزل بقى بالكوارع عليها من فوق. الله على المنظر والجمال. ناكل ورق عنب لوحده كده، ورق عنب مظبوط قوي يعني، ولا معجن ولا اي حاجه، مستوي على الشعره ولا كلمه. وللاسف للاسف للاسف مش هقدر اقول لكم رايي في الكوارع عشان ماليش فيها للاسف، بس هي طعم الورق عنب لوحده فظيع. فكل اللي جرب الكوارع هنا يقول لي رايه، عشان انا خدت اراء الناس اللي شغاله، قال لهم ده اكتر طاجن بيتطلب هنا، عشان كده جبته. ده بقى حبيب قلبي، واللي للاسف قليل قوي لما بتلاقيه في الصيف، طاجن كرومب بالستيك. ده بقى المفاجاه بالنسبه لي. المفاجاه بقى ان انا كرومب عارف ان هو في الشتاء بس، لا هنا صيف وشتاء، فده جامد. اخد كده الكرومب الاول لوحده ولا كلمه، طاجن كرومب بيتي عظيم. ناخد بقى الستيك كده لوحدها، مستويه لوحدها في قلب الكرومب كده، واخده ايه منه، فطعمه حلو قوي. ناخد حته ستيك كده بقى، نحط عليها واحده كرومب، واحده كرومب ثانيه، لف بقى الكلام ده كله كده. اوبا اوبا اوبا، انا منبهر، انا مبسوط، انا في حته ثانيه خالص، انا مبسوط قوي والله العظيم. انا اول مره في حياتي احس ان انا ما بعملش ريفيو، انا باكل حرفيا. يعني اول ما الطاجن اتقلب انا في ابتسامه كده اتفتحت في وشي مش طبيعيه الصراحه. بقى ورقه سجق، ارمي سجق كده على الجريل، هوب ارمي الخضار كده على الوش، قلب كل ده في بعضه، رش التوابل بتاعتك، قلب كل ده في بعضه. الله الله الله. دي بقى طبليه سيدي، عباره عن رز بني بالمكسرات، عليه لحمه دايبه قوي كده، شايفين الذوبان؟ ناخد كده معلقه رز بحته لحمه وكل وادعي لي. ده بقى طاجن اول مره اجربه في حياتي، طاجن كشك بالبط، رز على بط مخلي على تقليه بالبصل كده، خد معلقه كده وطلع. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، ايه الجمال ده؟ ممكن اكل بقى بسم الله. انا ما بلعتش وحاسس بكل حاجه، اه والله انا حاسس ان في بقي انتشر فجاه كميه طعم كده مش طبيعي. ايه الجمال ده؟ ده مفاجاه بقى بالنسبه لي، الطعم خرافي تقريبا، ده انا ممكن اجيبه مخصوص عشانه. اوعى تيجي هنا وما تطلبش الطاجن ده. عندهم نوعين حمام، هوب في السيخ هوب على الشوايه ويطلع بالمنظر الجميل ده، وعندهم بقى حمام تاني شوح كده في الزبده، انزل عليه بالقشطه مع الطشه بتاعت السمنه وكل وادعي لي. ابتدي بقى بالحمام مشوي، قطع كده يا معلم، هوب الرز المتبهر قوي كده، يلا بينا بسم الله. تتبيله الرز حلوه قوي، ناخد حته كده فيها ايه؟ لحمه، اوبا بسم الله. حمام مشوي حلو قوي، الساعه كلها في تتبيله الرز. نركن على جنب كده، نخش بقى على الحمام اللي بالزبده، نقطع كده بسم الله. اوبا اوبا اوبا، نفس تتبيله الرز تقريبا، الجديد بقى ان هي بالزبده وبالقشطه. بسم الله.
بص هو قوي قوي وتقيل شويتين، بس كطعم مختلف قوي صراحه، يعني مختلف عن الحمام المشوي اللي انت عارفه الطبيعي، اللي فات ده كان طبيعي ممكن تاكله، اما ده صايع مختلف جامد، قول زي ما انت عايز تقول، خطير 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 خطير. دي بقى طبليه العيد الكبير، فته مع لحمه مع رواق باللحمه المفرومه. الصراحه معلش يا امي بس الرواق ده اجمد من بتاعك. نخش بقى على الموزه التركي. دي موزه تركي بتيجي بقى بالشوده، هوب الفخار دي، قطع قطع قطع، ادلق يا معلم، رز بالخضار، حته اللحمه المستويه قوي 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 قوي. ناخد كده بقى معلقه فيها رز مع حته اللحمه، ويلا بينا بسم الله. موزه فهي السوا بتاعها مظبوط قوي مع الرز اللي بالخضار ده جامد قوي، فيها شويه ورق عنب كده في الوش. ده بقى طاجن نيفه بالبصل، لحمه مستويه زي ما انتم شايفين كده بالبصل، طعمها خرافي. خش على اللي بعده بقى، طاجن رز معمر ساده بالقشطه. قطع يا معلم، طلع كده، اوبا 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 بسم الله. في الخفيف ساده، حاسس بطعم كل حاجه. لا الرز عندهم حلو قوي الصراحه. دي بقى طاسه وحش الاكل الشرقي، عباره عن طاسه فيها كبده وقلوب وكلاوي ومخاصي. لا الصراحه ميكس ابن لذينه، هي حرفيا عايزه وحش الصراحه. الحاج احمد ندى يستاهل يبقى وحش الاكل الشرقي. صحيح نسيت اقول لكم الاسعار مفاجاه، والجامد بقى واللي بيعجبني ان هم عندهم كل البرودكتس اللي بيستخدموها مصريه 100%. ما كانش ينفع اختم غير باهم حاجه، شو الملوخيه. الله على الجمال، قلب قلب قلب. هنا اقدر بقى اقول من الاخر المكان ده يستاهل شير، وسيب الفيديو ومنشن لصاحبك، قول لهم ان في مكان بيعمل اكل شرقي في التجمع ولا كلمه، وعنوانه اسهل من السهوله قدام موتور واي 1 كده، خش هتلاقي. فشير وسيب الفيديو ومنشن لصاحبك، وهفضل اقول لك كل فيديو ان شاء الله حاجه بتضاعف القضيه، الدعاء نبطل نجيب اللي ما يكسبوش. سلام.